السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. زي ما احنا شايفين كده، النهاردة يوم صعب جدا، يعني هنعمل فيه حاجات كتيرة. عايزة اقول لكم ان انا بالنسبة لي اليوم ده يعني اكتر يوم بيبقى فيه شغل او تعب، اكتر كمان ما يكون عندي عزومة. زي ما احنا شايفين كده، انا كنت جايبة بقى الحاجات اللي انا هحتاجها كده من السوق، علشان العزومة اللي انتوا شفتوها امبارح. بس دي بقى فيها تحضيرات وفيها حاجات جميلة جدا هتعجبكم، وحلويات كمان. تعالوا بقى نبدأ مع بعض كده ونشوف هنعمل ايه، ونبدأ ونقول بسم الله، ولايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. وتعالوا نشوف احنا معانا ايه النهاردة، او ايه الحاجات اللي احنا بنفضيها دي. زي ما احنا شايفين كده، دي الطيور اللي انا كنت هنضفها، اللي هي البط والحمام وكمان الفراخ. انا طبعا مش هنضفها معاكم علشان بس ما اطولش عليكم الفيديو، بس كنت بفضيها كده من الاكياس، لان احنا كده كنا بعد الفطار، يعني ده كده قبل ما اعمل الاكل بيوم. لما بيكون عندي طبعا عزومة كبيرة او كده، لازم اجيب الحاجة دي قبلها بيوم وانضفها واجهز كل الحاجات دي، لاني ما ينفعش اجيب الكمية دي في نفس اليوم وانضف واعمل كل الاكل ده في نفس اليوم. بجد هيبقى يوم مرهق طبعا جدا، وممكن كمان الوقت يسرقني، لان انتوا عارفين لما بنطلع السوق بيكون ممكن الوقت ياخدنا في السوق طبعا. فانا بجيب الحاجة قبليها زي ما انتوا شايفين كده، وبجهز كل حاجتي علشان يبقى بس على مجرد ان انا اقف اعمل الاكل اللي انا هعمله بس، بيكون سهل عليا. وطبعا الكلام ده بيكون بس لما يكون عندك يعني مثلا كمية كبيرة من الاكل او عزومة كبيرة. انما في العادي، يعني لو مثلا شخص اتنين تلاتة، عادي جدا ممكن بنزل السوق عادي واجي اعمل الاكل، مفيش مشكلة خالص. بس اللي انا بتكلم فيه، ان احنا طبعا عزومات رمضان ما شاء الله بتبقى لما الاهل والحبايب، وبيبقى فيه عدد اكبر يعني من العادي. زي ما احنا شايفين كده، انا كنت منضفة بقى الطيور دي عند الفرارجي يعني، متنضفة. بس طبعا عايزة تتغسل كويس، وبيبقى يكون فيها ريش رفيع، وكل الحاجات دي لازم نشيلها وننضفها كويس، ونغسلها طبعا بالملح والدقيق والليمون، ونظبطها احلى تظبيط. هنا بقى جبت الزبدة. انا طبعا سبت الطيور دلوقتي، قلت بس احط الزبدة دي على النار علشان اسيحها برضو، لاني كنت هحتاج سمنة كتير. ف عشان هعمل منها حلويات، وكمان كنت هحتاج منها في الاكل، فقلت اسيحها معايا بالمره كده وانا واقفه. كده كده هقعد يعني لسه قدامي شويه بقى على ما اخلص تنظيف الطيور اللي عندي دي، فاستغل وقتي، يعني مش اكيد هقف على كده بس. هنا كمان عندي لبن، هنشوف هنعمل بيه ايه، حاجه حلوه جدا وهتعجبكم، وطعمها لذيذ جدا. يعني عايزه اقول لكم ان طعمها حلو، وكمان خفيفه جدا في رمضان. هنا معايا لبن، انا على فكره استخدمت 3 كيلو مش 2 كيلو، يعني زودت كمان كيلو من اللبن. هغليهم على النار، وبعد كده هنشوف هنعمل فيهم ايه. هولع بقى عليهم البوتاجاز، وطبعا معايا الزبده هنا انا حطيتها على العين الصغيره علشان عايزاها على نار هاديه، علشان يعني ما تغليش معايا. طبعا على العين الكبيره دي لازم نهدي على السمنه النار علشان ما تتحرقش مننا. هسيبها بقى براحتها تعيش حياتها كده لحد ما تبقى سمنه. تمام، هي بتطلع طبعا كل البخار اللي فيها والميه اللي فيها، وبعد كده بتبقى سمنه، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. هنا معايا تمر البلح، يعني زي ما انتوا شايفينه، بس انا جايباه الطري. انا عندي الناشف اللي احنا بنعمل بيه الخشاف، بس انا بحب اللي هو الطري ده، علشان يكون سهل معايا في الحلويات بتاعتنا النهارده، ويكون ينضرب كويس في الخلاط، وما يكونش فيه قطع كبيره. تمام، هنضفه بقى من النوى اللي فيه خالص، ولو في حاجه طبعا مش كويسه بستغنى عنها او برميها. انا هستخدم العلبة اللي انتوا شايفينها دي كلها، علشان ما شاء الله هعمل كمية يعني مش على قدنا طبعا، بس هعمل كمية لينا كلنا او لكل الموجودين، فهستخدم العلبة كلها. دول تقريبا دي بتكون كيلو يعني، او مش عارفة نص كيلو. مش عارفة، هي بيقولوا عليها كيلو، يعني كيلو من التمر. هنا بعد ما اللبن غلى خلاص طفيت عليه. هحط بقى عليه التمر كده اللي احنا عملناه مع بعض دوت، اللي احنا فصصناه او شلنا منه النوى، وهسيبه بقى يبرد خالص، والتمر كده يدوب فيه خالص، وبعد كده نرجع له تاني. كانت السمنة زي ما انتوا شايفين هنا طبعا لسه زي ما انتوا شايفين عليها لبن من فوق كده، او الخض بتاعها من فوق لسه قدامها شوية، بس انا مهدية عليها النار. هنا بقى هجيب الطيور اللي عندي زي ما احنا شايفين، هبدأ بقى ان انا اشيل كل الريش الرفيع اللي انتوا شايفينه. طبعا احنا عارفين البط
بيكون في احيانا مش دايما يعني بيكون في ريش رفيع جدا كده، لازم نفضل بقى نشيل بقى، ربنا يعيننا على التنظيف ده بقى اصعب من الطبخ واصعب من اي حاجة، اللي هو الريش الرفيع ده، لان انا زي ما قلت لكم منضفاهم بره، مش انا اللي منضفاهم في البيت. فهبدأ بقى ان انا افضل انضف فيهم كده البط ده علشان بس ما يكونش فيه اي حاجة. وزي ما قلنا قبل كده، اهم من الشغل تظبيط الشغل. يعني انا ممكن اكون طبختي كويسة وكل حاجة وبعملها بطريقة كويسة، بس لو مش منضفة الحاجة كويس او مش نقعاها كويس وفيها ريحة زفارة، بجد بتبوظ كل اللي انت عملتيه ويبقى تعبك كله راح على الفاضي. فهنضفهم كويس جدا. وزي ما شايفين نضفت بقى كل الحاجات اللي معايا، الفراخ اهيت والحمام، وغسلتهم غسل كويس جدا بالملح والليمون والدقيق، وبعد كده نقعتهم زي ما احنا شايفين كده. ونقعت كمان البط، بس بصوا خليته مفهوش ولا رشاية صغننة كده، يعني نضفته تمام التمام. نقعتهم بقى زي ما شفتوا، وهحطهم في التلاجة لحد تاني يوم الصبح، وما تقلقوش خالص، طول ما هما في التلاجة مش هيعملوا ريحة ولا اي حاجة، لان الجو طبعا ما كانش لسه برضو حر قوي يعني. تمام. دي السمنة بعد ما سيحتها اهو، بس طبعا سبتها لما بردت، وبعد كده فضيتها في العلبة زي ما شفتوا. تمام كده. وبعد كده معايا بقى التمر اللي احنا عملناه في اللبن. دي المرطة اهي زي ما انتوا شايفين، هفضيها. دي بتتاكل كده عادي جدا بالعيش، يعني بيكون طعمها جميل جدا للي سألوني قبل كده. وكمان ممكن تعملي بيها بيض، يعني تقلي بيها بيض. بس بصراحة انا باكلها، يعني بناكلها كده بالعيش زي زي الكريمة والقشطة والحاجات دي، بيكون طعمها جميل جدا، بس طبعا ما تزودلهاش الملح قوي. تعالوا بقى نشوف الحلويات بتاعتنا اللي احنا نعملها اللي هي بالتمر. زي ما شفتوا كده دول 3 كيلو من اللبن، يعني زي ما قلت لكم انا زودت كيلو من اللبن. كان التمر معايا خلاص يعني باش تماما او بقى طري جدا، لاني حاطاه كمان واللبن سخن، فهو دوبه بسرعة. فسيبته بقى لما اللبن برد خالص، وبعد كده هبدأ ان انا اضربه في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. اهو هنفضي بقى كل الكمية اللي لسه ما حطيتش عليه اي حاجة، هو التمر واللبن فقط لا غير. فهنضربهم في الخلاط وبعدين نصفيهم. لازم تصفيهم، لان التمر زي ما احنا عارفين بيكون فيه قشر كده وشوائب، فعلشان ما تضايقش حد وهو بياكله، فلازم نصفيهم بمصفى ضيقة. حطوا لايك بقى علشان الحلويات بتاعتنا التحفة دي بجد جميلة جدا وسهلة جدا، يعني مش هتاخد منك وقت. يعني لو كده عندك كيلو لبن ممكن تقومي تعمليها حالا دلوقتي، يعني اغلي اللبن وحطي فيه التمر. بجد مش هياخد معاكي مثلا ربع ساعة نص ساعة، على ما اللبن يبرد هيكون التمر باش فيه كمان. فهنصفيهم، شايفين مطلعه شوائب كده بتكون زي القشر كده. فبلاش دي خالص علشان يكون الحلويات معايا كريمي، او يعني المهلبية اللي عندي دي تكون كريمي. فبلاش نحطها بالقشر بتاعها كده، لازم نصفيها. فعملت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى على ال3 كيلو دولت 6 معالق او 7 معالق من النشا كبار طبعا، ونص كوباية سكر. وخلي بالك بقى من السكر، انا ما حطيتش سكر كتير علشان التمر اصلا بيكون مسكر، فحطيت نص كوباية بس. ولو عوزت تاني طبعا على حسب الذوق، يعني لو انتي حابة تزودي شوية من السكر مفيش مشكلة، بس هي كانت بالنسبة لي كده جميلة جدا. بصوا كيلو اللبن هنا هياخد 3 معالق كبار مليانين من النشا. يعني ال3 كيلو دول بالظبط اخدوا معايا، انا ما حطيتش ال9 معالق بصراحة، انا حطيت 8 معالق كده من النشا. بس يعني الكيلو بياخد 3 معالق وبيكون مظبوط جدا. حطيت كيسين كده من الفانيليا، هي خلاص قربت معايا، بس انا ما حطيتش الفانيليا من الاول على فكرة، انا حطيتها كده واحنا مقربين خلاص ايه. آه يعني هي مقربة تغلي. طبعا ايدي فيها لان الحله استلس ممكن تشيط مني، فلازم تكون ايدي فيها على طول، وعلشان كمان ما تكتلش حتى لو مش في حله. بصوا هي بدات تتقل اهي، بس طبعا لسه ما غلتش، لسه لازم تغلي معايا علشان طعم النشا ما يكونش موجود فيها. هنا معايا معلقتين كبار من الكريم شانتيه، حطيت عليهم برضو شويه من اللبن صغيرين، وهنزل بيهم مع التقليب. ممكن تحطيهم في الاول مفيش مشكله، يعني ممكن تحطيهم وانتي بتحطي النشا وتقلبي، مفيش مشكلة، بس يعني ايه مش هتفرق كتير.
او زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجة نفضل نقلب فيها. حطيت مكعبين من الزبدة، وطبعا الحاجات دي كده بتعزز الطعم، بتخلي طعمها اقوى واحلى، وبتكون يعني ايه، ليها طعم كده لذيذ، مش مجرد نشا وخلاص. انا حطيت معلقة كبيرة من الزبدة، هما المكعبين دول بيجوا تقريبا معلقة كبيرة من الزبدة زي ما احنا شايفين كده. هنفضل بقى ان احنا نقلب فيها لحد ما تغلي معانا. تمام، هي كده خلاص بدأت تغلي اهي. هطفي عليها النار وهغرف على طول، يعني في البولات بتاعتي او في الاطباق بتاعتي، علشان ما تعملش معايا وش. تمام. انا جبت هنا الاطباق الفويل الصغننه دي. هي حلوه بصراحه ان انتي لما يكون عندك عزومات بتوفر عليكي طبعا غسيل كتير في المواعين. كمان ما كانش هيبقى عندي بولات تكفي العدد ده كله، فاهمين؟ كده يعني، فعشان كده جبت البولات الصغيره دي، هتوفر معايا وقت وجهد وكل حاجه. فهنغرف بقى كل الحاجات دي كده زي ما انتوا شايفين، وهنسيبها لحد ما تبرد خالص، وبعدين ندخلها التلاجة. طبعا الاطباق الفويل دي بتكون موجودة في المحلات اللي هي بتبيع الاكياس بقى، والاطباق اللي هي يعني الاطباق البلاستيك والحاجات دي. تمام. عملوا معايا ما شاء الله تقريبا، دول اصلا كنت جايباهم 33 واحدة، وكمان حطيت في بولة عندي كده صغيرة، يعني عملوا 34 واحدة زي اللي انتوا شايفينهم دول. تمام. هنا بقى معايا شوية من المكسرات، ده بندق وعين جمل ولوز وسوداني، يعني حطيت كل المكسرات اللي عندي، ضربتها كده، عملت ميكس من المكسرات. طبعا ممكن تستخدمي نوع واحد من المكسرات، سوداني بس، بندق بس، اي حاجة عندك تنفع. ممكن كمان نستبدل خالص الحشوة دي ونحط جوزة الهند وزبيب، بس بصراحة انا ما بحبش خالص القطايف اللي هي بجوزة الهند والزبيب، يعني ماليش فيها قوي. مش يعني مش عارفة، بحب احس اللي هي بالمكسرات احلى طبعا. تمام. اديتها كده جرشة في الكبة زي ما انتم شايفين، متكسرة حتت مش مفرومة يعني ناعم. طبعا زي ما قلت لكم كل الشغل ده كان بالليل، يعني كان اليوم اللي قبل العزومة ده بعد الفطار. قلت بقى اجهز الحاجات اللي ينفع ان انا اجهزها واشيلها، طبعا مش الاكل خالص، انا بس بجهز تنظيف. قلت كمان القطايف لو انا قفلتها وسبتها كده مش هيجرى لها اي حاجه. هنشوف هنعملها ازاي دلوقتي. هنا حطيت كيلو من السكر علشان هعمل السيرب، وكمان حطيت عليهم ميه. كيلو السكر بياخد كوبايتين ونص من الميه لو انت عايزه الشربات يكون تقيل. تمام. فانا عايزه الشربات اللي عندي ما يكونش خفيف، لان الشربات الخفيف بيخلي القطايف معاكي تبقى طريه، فانا مش عايزاها طريه، لازم يكون الشربات بتاعك تقيل. فهنبدأ بقى نحشيها مكسرات كده ونقفلها كويس جدا، برضو لازم نقفلها كويس عشان ما تتفتحش مننا واحنا بنقليها في الزيت. هو بحط شوية مكسرات، طبعا مش حاطة على المكسرات ولا سكر ولا اي حاجة. لو انتي حابة تزودي سكر براحتك، بس علشان ما تبقاش يعني سكر بره وجوه فهتبقى تقيلة قوي، وطبعا الصيام بقى انتوا فاهمين، فبلاش يعني ايه نحط سكر. بس لو هتحطي جوزة الهند وزبيب ممكن تحطي معلقة سكر واحدة معاهم كده من جوه. طبعا القطايف دي بيبقى ليها حشوات كتيرة جدا، بس انا عملت كده يعني علشان ما شاء الله عندي كمية. ف يعني اخترت ايه ان حاجة تكون كويسة وكمان تكون اسهل عليا، لاني كنت بصراحة والله نفسي اعمل لكم القطايف بكذا حشوة مختلفة، بس ما كانش ينفع خالص لاني كنت مشغولة جدا وكان عندي كذا حاجة اعملها، فما كنتش اعمل يعني ينفع اعملها المرة دي، فهحاول ان شاء الله اعملها الايام الجاية معاكم بكذا حشوة. هنا السيرب بعد ما غلى حطيت عليه عصرة كده من الليمونة، وهسيبه برضو يكمل كده على النار. حشيت بقى كمية القطايف اللي عندي كلها، وهلفها في الورقة تاني وهحطها في الكيس، وكمان هحطها في التلاجة. تمام كده. هنا بقى معايا الكنافة زي ما احنا شايفين كده. آه، انا جايباها كنافة طرح او بورمة، يعني في ناس بتقول عليها كده وفي ناس بتقول عليها كده. طبعا احنا عملناها قبل رمضان، فيديو كان فيه ما شاء الله كذا نوع من الكنافة. يعني عملنا الكنافة البورمة، وكمان عملنا السيجار، وعملنا ايه تاني بالقشطة وبالمكسرات وبالنوتيلا، يعني عملنا منها كذا نوع. فانا المرة دي هنعملها مع بعض بالمكسرات، بس هنلفها صوابع مش بورمة، يعني صوابع عادية جدا.
بس عايزه اقولك ان هي كان طعمها بجد وهم، والله كان طعمها جميل جدا. او زي ما تقولوا الحاجه في اللمه بيكون طعمها احلى يعني. فهنا هنجيب بقى كده الكنافه، بس خلي بالك طبعا ان هي لازم تكون طرح كده زي ما انتوا شايفينها، او كنافه بورمه يعني حته واحده. هحط بس حتت كده على تحت الحشوه. انا حطيت مع المكسرات جوز الهند، اللي هي الضوافر اللي هي بتكون عريضة شوية. بتكون حلوة برضو، انا بحبها اكتر من الناعمة، فبتكون طعمها حلو. فهنا هنلف كده صوابع زي ما انتوا شايفين، وهنحاول بقى نضغط كده واحنا بنلف الصوابع بتاعة الكنافة علشان تطلع معايا متماسكة. انا دهنت الصينية بس دهنة من السمنة. شايفين انا باخد حتة بس في الحتة اللي انا هحط عليها مكسرات علشان المكسرات ما تقعش معايا. فباخد حتة كنافة صغيرة كده واعملها زي بطانة كده من جوه في الصباع نفسه علشان ما توقعليش الحشوة. تمام كده. هفضل بقى الف كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هحط مكسرات، وزي ما قلتلك ممكن نحشيها على فكرة قشطة، ممكن نحشيها آه، ايه تاني برضو جوزة الهند وزبيب مكسرات، اي نوع حشوة بقى انتي بتحبي. تمام كده. هنفضل بقى نحشي الصوابع بتاعتنا دي لحد ما نخلص الكمية اللي عندنا، او نخلص الصينية اللي احنا عايزين نعملها. بصوا بصراحة انا كنت عايزة اعمل الصينيتين بس، يعني ايه، آه قلت بقى ان انا عاملة كذا نوع حلويات، فعلشان ما تبقاش كتير وبعد كده تنشف وتترمي، فخلينا في صينية واحدة احسن. تمام كده. فالكنافة اللي بتفيد مني بحطها في الفريزر في كيسة كده، وبحطها في الفريزر. بتفضل موجودة عندي في اي وقت بطلعها، ممكن افرمها واعملها اي صينية، مش بتخسر ولا بيجرالها اي حاجة. تمام كده. فهكمل بقى بقية الكنافة زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة كده. بصوا الحتة اللي بتكون مكتلة معايا بحاول ان انا افردها كده علشان الصباع عندي ما يبقاش، يعني ايه، مش عارفة اقولها لكم ازاي، ما يبقاش كده تخين ولا مكعبر كده مكلكع يعني. ما تاخدوش على كلامي خالص اليومين دول. فزي ما انتم شايفين بحاول برضه الم من الجناب كده، وانا بلف علشان تبقى مسوية من كل ناحية. ولازم تضغطي عليها علشان تطلع، ما تبقاش كده، يعني ايه، هوا من جوه وتتكسر وتبقى ملهاش طعم. تمام كده. انا عملت الصينيه كلها زي ما انتوا شايفينها كده، وشلت كان فاضل بقى شويه كده بس متقطعين، فشلتهم زي ما قلت لكم. هنا بقى بعد ما سويتها، بس على فكرة ده كان تاني يوم ساعة ما كنت بعمل الأكل، يعني كده كان قبل المغرب بشوية. فحطيتها في الفرن، بس الأول سقيتها سمنة، يعني حطيت عليها سمنة كلها. تقريبا كوباية من السمنة، مخلتش ولا أي حتة فيها باينة من الكنافة. تمام. فبعد كده حطيت عليها السيرب، سيرب بارد علشان تبقى مقرمشة معايا. فما حطيتش السيرب سخن، حطيته بارد، وبعد كده صفيت من عليها السيرب الزيادة، وكمان قليت القطايف. زي ما قلت لكم كل ده يعني كنت حضرت بقى خلاص الحمد لله الفطار، بس قلت ايه اخلص دولت لان هم كانوا جاهزين معايا بس على التسوية على طول. هطلع بقى القطايف، وطبعا لازم نحمر القطايف كويس، ما تطلعهاش بيضة علشان ما تطرش معاكي. والسيرب برضو يكون بارد علشان ما تطرش معاكي، يعني لو عايزاها مقرمشة لازم يكون السيرب عندك بارد وما يكونش خفيف قوي. تمام كده. هفضل بقى اعمل كده واطلعهم من الشربات، بطلعهم في مصفى عشان يصفوا كل العسل الزيادة اللي فيهم. وبكده بقى يكون الفيديو بتاعنا خلص. طبعا انتوا شفتوا الفيديو بتاع الاكل امبارح، بس انا محبتش طبعا اطول عليكم كله في فيديو واحد علشان ما تزهقوش. فقلت خلي الحلويات دي نعملها كده في فيديو لوحده يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب. دي كانت شكل الاطباق اللي انا عملتها كانت بعد الفطار بقى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.